الراجل ده زرع جلد صناعي على وحمه كان شكلها وحش في وشه. حته الجلد دي بدات تكبر بشكل مش طبيعي وغطت بسرعه الندبات اللي في وشه، بس النمو ده ما وقفش في الوقت المناسب. الراجل بسرعه مسك مشرط علشان يقطع الانسجه اللي حوالين بقه ومناخيره، بس فجاه وقع على الارض من الاختناق. بنته جريت بسرعه اخذت السكينه علشان تساعده، بس في النهايه الاب مات من الخنقه. اهلا بيكم في تلخيصه جديده مع فيلم الاثاره جرافتد. بيبدا الفيلم مع البنت واي اللي كانت معتمده على ابوها في كل حاجه. الاب والبنت كان عندهم وحمه كبيره في وشهم بسبب الجينات العائليه. ابو واي كان طول الوقت بيعمل ابحاث علشان يستخدم العلم في اصلاح الوحمه دي، وفي يوم من الايام حط الجلد الصناعي اللي اشتغل عليه كتير على وشه، وده اللي وصله للمشهد اللي شفناه في اول الفيلم. النمو اللي مش متحكم فيه للجلد ادى لخنق وموت ابو واي. سنين كتير عدت وواي كبرت وبقت شابه وجابت درجات ممتازه ودخلت جامعه مرموقه في نيوزيلندا بمنحه كامله علشان تقعد مع قريبتها منسى. منسى كانت ست مستقله وعندها مشروع خاص بيها في منتجات التجميل. منسى كانت مطلقه من جوزها من سنين كتير وعايشه في نيوزيلندا مع بنتها دلوقتي. منسى كان عندها بيت حلو في الضواحي، ولما واي شافت بنت عمها انجلا حست انها اقل منها. كانت بتتمنى لو ما عندهاش الوحمه دي في وشها. تاني يوم واي راحت الكليه وحست انها مش مرتاحه وسط شويه اجانب شقر. المدرس عمل امتحان مفاجئ سريع وواي جابت الدرجه النهائيه. زمايلها قعدوا يتوشوشوا بينهم وبين بعض ويتريقوا عليها على انها نموذج نيرد صيني نمطي. كانوا شايفين واي على انها شخصيه بتحفظ الكتب وبس. قبل ما الحصه تخلص المدرس اعلن انهم محتاجين مساعد في المعمل. ورقه التسجيل كانت موجوده على لوحه بره المعمل والطلبه المهتمين ممكن يسجلوا اسمائهم. واي كانت مهتمه جدا بمنصب مساعد المعمل ده بعد اللي سافرته لنيوزيلندا علشان تدرس ابحاث طبيه علشان تحقق ورث ابوها وتغير مصيرها. ولما المدرس عرف ان ابو واي كان عالم فكر ان البنت دي هتكون مناسبه جدا كمساعده للمعمل. بنت عمها انجلا عزمت اصحابها اللي شكلهم حلو على البيت واتجمعوا علشان يتكلموا عن المذبح الغريب اللي في الصالون ده. منسى اللي كانت مرتباه مخصوص علشان واي تقدر تحزن على ابوها في اي وقت براحتها. كام بنت قعدوا يتريقوا على واي بعد ما شافوا صوره ابوها وقالوا مش غريبه ان واي دايما لابسه طرحه. هم قصدهم انها بتلبس الطرحه علشان تداري الوحمه اللي ورثتها. انجلا كمان دخلت اوضه واي بسرعه هي وصاحبتها علشان يشوفوا الرسوم التشريحيه اللي على الحيطه. قعدوا يضحكوا على واي علشان غريبه. هما بيفتحوا الدرج بتاعها اتفاجئوا لما لقوه مليان مشارط وفيه شويه بقع دم. البنات بسرعه سابوا اوضه واي وجريوا تحت علشان يتفرجوا على فيلم رعب. لما واي رجعت خوفتهم جامد. انجلا وضحت ان دي ليله بنات، دي كانت اول فرصه لواي انها تتفاعل مع بنات كتير في سنها. جابت عشاء علشان تشاركهم بس انجلا واصحابها لقوا حجه علشان يمشوا. واي كانت عايزه قوي تندمج مع المجموعه دي باي طريقه فاستجمعت شجاعتها وعزمتهم على شاي. واي اخذت انجلا والبنات التانيين لمحل شاي قريب، بس بنت العم كانت متربيه في نيوزيلندا وما تعرفش اي حاجه عن الثقافه الصينيه، وصاحباتها الاجانب كمان ما كانوش فاهمين اي حاجه. قعدوا يبصوا بدهشه على رجلين الفراخ اللي على الترابيزه. واي اخدتهم واكلتهم. بعدين دارت الترابيزه ناحيه انجلا وقالت انا سمعت من منسى انك بتحب ده فطلبته مخصوص عشانك. انجلا اتحرجت لما اتفضحت قدام الناس، وفي كل الاحوال كل الناس كانت مش مرتاحه في الاكله دي ما عدا واي. محدش لمس العصيان بتاعه الاكل وما كانش قدامها غير انها تاخد شويه علب اكل تيك اواي معاها للبيت. وهي ماشيه في الطريق واي قابلت راجل مشوه مشرد، يمكن كان تعاطف بين الارواح المتشابهه. واي ما قدرتش ما تشاركش الراجل ده الاكل بتاعها، وكانت دي أول مرة تكشف فيها عن الوحمة بتاعتها لحد غريب. الراجل المشرد لاحظ إن واي مش واثقة في نفسها فواساها وقال لها أنت جميلة جدا وعندك قلب طيب. فجأة المدرس جاب العربية وعرض على واي إنه يوصلها البيت بنفسه، وفي الطريق المدرس أبدى اهتمامه بأبحاث أبو واي واقترح إنهم ممكن يكملوا التجربة مع بعض. واي فرحت جدا لما سمعت كده، بس المدرس كان بس محتاج مشروع بحثي قوي علشان تمويل التجارب بتاعه اترفض. واي ما كانتش عارفة التفاصيل دي كلها وجريت للمكان التذكاري علشان تقول لأبوها أنا هخليك فخور بيا. سمعت أصوات جاية من فوق فبصت من خرم الباب وشافت أنجلا جايبة خطيبها البيت. الكلب بتاعهم نبح على الباب وحس بوجود ناس أغراب. أنجلا جريت بسرعة تحت وحطت قواعد لواي، قالت لها ما تظهريش قدامي وما تكلمينيش وما يبقاش في أي ريحة بخور أو بهارات في البيت. واي رجعت فوق وما قدرتش تمسك دموعها، وتاني يوم انضمت للمدرس في أبحاث أبوها. واي كانت مؤمنة إن سبب فشل أبوها هو نقص عنصر عضوي، نوع من المادة اللاصقة اللي ممكن تلحم الأنسجة. المدرس أدرك إمكانية البحث ده، ولو التجربة نجحت ممكن تشفي عدد كبير جدا من ضحايا الحروق واللي عندهم تشوهات خلقية، وكمان يقدر يأمن تمويل كبير من مجلس المدرسة. واي والمدرس بتاعها كل واحد كان عنده أحلامه الخاصة وهم بيخوضوا التجربة، بس بعد كام يوم ما كانش في أي تقدم. المدرس بدأ يفقد صبره مع واي ووظف مساعدة جديدة اسمها إيمي، مع إن إيمي كمان كانت صاحبة أنجلا بس كانت مختلفة عن التانيين. ما كانتش بتستهدف واي من البداية لأن إيمي كانت فاهمة إن الاندماج في بيئة جديدة مش حاجة سهلة. إيمي شجعت واي إنها تشيل الطرحة بتاعتها، قالت لها إن في حاجات كل ما بتحاول تخبيها
كل ما بتلفت ليها الانتباه اكتر. في اللحظه دي واي لاحظت بوستر لمعرض ورد على الارض، وقبل ما تقدر تقول اي حاجه ايمي اخذت المبادره وشاركتها الهاند فري بتاعها ومدت ايد الصداقه ليها الاول. فجاه جت لواي فكره بسبب البوستر، افتكرت ان مذكره ابوها كانت بتتكلم عن نبات اسمه زهره الجثه وخواصه مناسبه جدا علشان تعمل ماده لاصقه جديده، فراحت للعنوان اللي على البوستر، فتحت باب قاعه المعرض ودخلت جوه. واي استخلصت شويه من عصير زهره الجثه وبعدين اتسللت لمعمل المدرسه علشان تشتغل بالليل. المدرس كان بيتغازل مع طالبه اسمها انا، ولما سمع حد داخل بص عليهم من ورا الستاير. واي خدت حته جلد من رجلها وبعدين حطت عليها الماده اللاصقه اللي عملتها، وبعد كده حقنت عصير زهره الجثه والجلد فعلا بدا يتعافى بالتدريج. المدرس قال لانا تخرج من الباب الجانبي الاول وانه عاوز يتكلم مع واي. واي ورت المدرس بفرح الندبه اللي بتتعافى في رجلها، وفي نفس الوقت انا الغيوره صورت المشهد ده في السر. انا ما كانتش مبسوطه ان المدرس مهتم بحد غيرها، ودخلت المعمل واخدت واي بحجه انها ليله بنات. لما المدرس شاف التقدم في التجربه فكر في المذكره وصور كل ملاحظات ابو واي وبعتها لزميل ليه في قسم الترجمه وطلب منه يساعده يترجمها للانجليزي. انا بعتت الصوره دي لانجلا هي كمان وسالتها ايه اللي بيحصل. انجلا جريت بسرعه على البيت علشان تواجه واي واكتشفت ان واي مش موجوده. اتصلت بامها علشان تشتكي، بس مانسا اعتبرت ان بنتها بس بتدلع وما اخدتش كلام انجلا بجد خالص. في الواقع كانت مهتمه جدا بشغلها لدرجه انها نادرا ما كانت بتهتم ببنتها. انجلا كانت دايما شايله ضغينه بسبب الموضوع ده. وفي نفس الوقت انا اخدت واي لمنطقه صحراويه وسالتها ليه بتحاول تغوي المدرس. واي ما قدرتش توضح نفسها وانا سابتها في الصحراء ومشيت بالعربيه، وما كانش قدام واي غير انها تمشي للبيت على رجليها. اول ما دخلت شافت انجلا قاعده على الكنبه. انجلا كمان كانت كسرت النصب التذكاري بتاع ابوها، وواي اخيرا ما قدرتش تمسك غضبها وصرخت في انجلا. بسرعه دخلوا في خناقه وانجلا مسكت واي من رقبتها وما رضتش تسيبها، وواي كانت بتصارع جامد فحست بعصيان اكل على الارض اخدتها وطعنت بيها انجلا. العصيان فجاه اخترقت راس انجلا، وفي اللحظه دي تليفون مانسا رن. واي غصبت نفسها تهدى وجرت انجلا في البانيو فوق، وبسرعه اخدت قرار جريء. واي خططت انها تبدل هويتها مع انجلا واستخدمت مشرط علشان تقطع جلد وشها بالكامل على طول الخطوط الخارجيه، وبعدين عملت نفس الكلام في انجلا. واي حطت الجلد الجديد على وشها وبعدين دمجته بعصير زهره الجثه، وبعد شويه تشنجات بقى ليها وش جديد. مانسا رجعت بسرعه على البيت لانها ما كانتش عارفه توصل لتليفون بنتها. ما لاحظتش اي حاجه غريبه على بنتها وقعدت تعتذر لها على تصرفاتها اللي فاتت. في الوقت ده الكلب ما كانش ممكن يغلط في ريحه صاحبته وكان بيقعد يلحس بشده في الجسم اللي تحت السرير. واي استخبت في الحمام وفتحت السوشيال ميديا بتاعت انجلا وحاولت تقلد تصرفات بنت عمها العاديه. مانسا خبطت على باب الحمام وقالت انها تسافر في رحله عمل لمده اسبوع كامل، وطلبت من بنتها تاخد بالها من واي. سفر مانسا كان حاجه كويسه في الوقت ده، وواي قدرت تتدرب في البيت من غير ما تقلق ان حد يكتشف هويتها الحقيقيه. وتاني يوم راحت الكليه وهي متحمسه جدا، وكل الناس اللي كانت بتعدي عليها كانت بتحييها على انها انجلا. خطيب انجلا كمان جه وحضنها. دي كانت تجارب واي ما شافتهاش قبل كده خالص. لسوء الحظ قبل ما تقدر تستمتع بالوضع ده لدقائق قليله عرفت ان انجلا هتشترك في مسابقه العاب. واي ما كانش عندها اي فكره ازاي تلعب العاب الفيديو دي اصلا، ناهيك عن انها تشارك في المسابقه. وفي لحظه يأس كسرت صباعها في دولاب، والدكتور نصحها انها ما تستخدمش ايديها بحريه لاسابيع كتير. واي نجت من الازمه دي بالعافيه المره دي، وتاني يوم لبست كويس علشان تقابل خطيب انجلا ده، لان هو قال انه هيخرج معاها في ميعاد، والاتنين راحوا مكان علشان يعملوا نزهه. واي بصت على الولد الوسيم وقلبها كان خلاص داب فيه، وما اخدتش بالها ان الندبه اللي في راسها بتزيد والجلد الصناعي اللي على وشها وقع على وش الولد. واي كشفت عن وشها الملطخ بالدم والمشوه، والولد خاف جامد لدرجه انه رجع لورا ووقع من على الجرف ومات في ساعتها. واي ما كانتش فاهمه ايه اللي حصل غلط، جريت بسرعه على البيت علشان تدور على مذكرات ابوها، ومهما دورت ما لقيتهمش. اتصلت بالمدرس لكن الاتصال راح على البريد الصوتي. المدرس كان طول الليل صاحي بيدرس الملاحظات، واكتشف ان زهره الجثه ممكن تستخدم كماده لاصقه، وراح في ساعتها على جناح الزهور علشان يجمع عينات. وبعد ما واي استخدمت زهره الجثه علشان تعيد تلحيم جلد وشها اقتحمت مكتب المدرس علشان تدور على الملاحظات، بس واي دورت في كل مكان وما لقيتش اي حاجه. وبعد محاولات كتير اخيرا قدرت توصل للمدرس في التليفون. واي اكتشفت ان الراجل ده كان عاوز يسرق ابحاث ابوها وينسبها لنفسه. هي ما كانتش عارفه تعمل ايه، بس فجاه لمحت انا واقفه تحت، راحت ناحيتها وخبطت على شباك العربيه. واي اترجت انا توصلها البيت، كانوا هياخدوا وقت طويل علشان يوصلوا البيت في الضلمه. واي بصت بتمعن لانا، جلد انا كان صافي وناعم. وبعد ما واي وصلت المكان اللي هي عايزاه طلبت من انا انها تروح معاها تتسوق تاني يوم، بس انا نبهت واي وقالت لها تحط مرطب لما تروح البيت. قالت لها خدودك ناشفه قوي لدرجه انها هتتشقق. واي طلعت بسرعه فوق علشان تشوف جلدها، وفعلا لقيته بيتشقق، وكان لازم بسرعه تلاقي جلد جديد علشان تبدله. وتاني يوم الصبح واي راحت تتسوق مع انا، والاتنين قعدوا يقيسوا لبس في محل ملابس. انا كانت عايزه تتشيك علشان ترجع اهتمام المدرس اللي ما كانش مهتم بيها، كانت مركزه في اختيار اللبس وما لاحظتش ان واي كانت بتقلد تصرفاتها بالظبط.
قعدوا يتسوقوا سوا لحد بالليل قبل ما يروحوا بيت أنجيلا مع بعض. ليهم جار شاف المنظر من الشباك. واي لفت وقفلت الباب بالراحة. أنا سألتها ليه في ريحة عفن وحشة في البيت. واي ردت ببساطة وقالت لها أكيد من الشغل الغريب ده، مع إن أنا ما سألتش كتير، بس حست ان انجيلا كانت بتتصرف بغرابه شويه النهارده. اقترحت انها عاوزه تروح البيت بدري، بس انجيلا قالت لها انا عندي حاجه عايزه اوريها لك. انا اضطرت تطلع معاها فوق، ولما واي شافتها جايه رفعت مكوة الشعر وضربت بيها انا، بس الضربه ما دوختش انا قامت بسرعه وجريت تحت واكتشفت ان الباب الرئيسي مقفول. واي طفت النور ونزلت بالراحه وهي ماسكه السلاح بتاعها، وعلشان البيت لسه تحت الترميم انا هربت من فتحه في الحيطه للجنينه، بس السور اللي بره كمان كان مقفول جامد. اضطرت تغطس في حمام السباحه وتكتم نفسها. واي شافت فقاعات طالعه على السطح وعرفت في ساعتها ان انا مستخبيه جوه. انحنت ومعاها شنيور كهرباء ومسكت انا من شعرها، وبعدين شغلت الشنيور وغرسته في الميه. الدم رش من حمام السباحه ولون الميه اللي حواليها بالاحمر. واي استنت لحد ما انا بطلت تتخبط قبل ما تسيب الشنيور. جرت جثه انا في البانيو علشان تحاول تسلخ جلد انجيلا الاول، بس الانسجه كانت ملزوقه جامد ومهما حاولت ما قدرتش تقشره. في اللحظه دي كان في خبط على الباب تحت. ست عجوزه اشتكت ان الكلب بتاع انجيلا عمال ينبح بقاله ساعتين، ولو ما سكتتهوش حالا هتبلغ البوليس. واي استخبت ورا الباب واعتذرت، ما كانتش قادره تكشف عن وشها النص مقطوع. وتاني يوم طلعت صبغه شعر لونها ذهبي، وبعدين لبست عدسات لاصقه لونها اخضر. ولما جهزت كل حاجه واي لبست وش انا واخدت الهويه الثالثه بتاعتها. 2 ضباط بوليس جم علشان يستجوبوا انجيلا، كان بخصوص قضيه طالبه مفقوده اسمها انا واللي كانت مختفيه. واي اللي بوش انا دلوقتي قالت ل2 الضباط يستنوا شويه علشان هي لازم تطلع فوق تغير هدومها الاول. ال2 الضباط كانوا قليلين الذوق وطلعوا على طول من الفتحه اللي لسه ما خلصتش. فتشوا البيت من غير اهتمام وما لقوش اي حاجه تثير الشك. وكمان واي قالت لهم ان انجيلا مش موجوده، فما كانش قدامهم غير انهم يسيبوا كورتهم ويمشوا. بعد كده واي غيرت هدومها وراحت الكليه علشان تستمتع بنظرات الاعجاب من زمايلها. فجاه ايمي مسكتها وقالت انها مش عارفه توصل لانجيلا، وانها سمعت ان خطيبها جوش مختفي، والبوليس جم المدرسه يحققوا في الموضوع. واي حست بالذنب جدا لما سمعت كده، لان هي اللي خوفت جوش لدرجه الموت. ايمي اقترحت انهم يدوروا على انجيلا بعد الكليه. واي بسرعه طنشتها وقالت انها مش حاسه انها كويسه دلوقتي ومش عاوزه تلف كتير. الهدف الوحيد لواي دلوقتي هو انها تستخدم هويه انا علشان تستدرج مستر بوب علشان تجيب مذكره ابوها. مستر بوب ما كانش بالظبط نموذج للفضيله، وبعد الكليه شد انا على بيته. واي كتمت اشمئزازها وقربت منه. اول ما وصلت البيت جريت بسرعه على الحمام علشان تستحمى. الجو كان حر اليومين دول وريحه الجثث بقت بتزيد. واي قررت انها تخلص من انجيلا وانا الاول. الجثث لسه ما اتدفنتش. الكلب اللي بينبح لفت انتباه الست الجاره. واي جريت بسرعه علشان توقف الست العجوزه، وعرفت نفسها على انها صاحبه انجيلا المقربه، وقالت ان الكلب بينبح علشان انجيلا مش موجوده. الست حست ان البنت غريبه شويه وما رضتش تقعد كتير فمشيت بسرعه. واي جريت بسرعه على البيت من كتر رنات التليفون الكتير، لدرجه ان تليفون الميته كان هيفرقع من كتر الاتصالات. كل الناس كانت بتسال انت كنت فين وليه ما بترديش على التليفون. الامور كانت بتخرج عن السيطره بالتدريج، او يمكن من ساعه ما واي استخدمت العصيان علشان تخترق بيها دماغ انجيلا كل حاجه بدات تتفكك. واي خدت نفس عميق وبعتت صوره لبوب وهو بيبص على فخدها لايميل وزاره التربيه والتعليم علشان تبلغ عنه. وتاني يوم البوليس اخد مستر بوب معاهم. واي استغلت الفرصه علشان تقتحم بيته ودورت في كل مكان على مذكره ابوها، لسه ما لقتش حاجه. ولما بوب رجع كان غضبان جدا، خصوصا بعد ما اتطرد من المدرسه وما كانش عنده وقت يتعامل مع انا. واي ما كانش قدامها غير انها تروح البيت وهي قلقانه. لحسن الحظ بوب عمل تقدم كبير في استخدام خلاصه زهره الجثه، واتصل بسرعه بانا علشان يحتفل، وصمم انه يفتح كام ازازه نبيذ كويسه. واي لمحت صندوق في دولاب النبيذ بتاع بوب، فتحته ولقت فيه محلول تجريبي. واي خدت الانبوبه وقفلت باب الدولاب ولاحظت ان الجلد اللي على وشها بدا يتشقق. واي بسرعه لقت حجه علشان تهرب وترجع البيت. بوب لاحظ انها كانت بتتصرف بغرابه النهارده وجري بسرعه علشان يشوف دولاب النبيذ بتاعه، واكتشف ان المحلول التجريبي مش موجود. لحسن الحظ المذكره لسه موجوده، وفي نفس الوقت واي رجعت البيت وقشرت جلد انا علشان تجدد وشها بالمحلول، مع ان لسه فيه فقاعات كتير عليه بس على الاقل شكله بقى بشري شويه. فجاه صوت ايمي رن من بره. واي بسرعه زقت الازاز والبرطمانات في الدرج. ايمي اتفاجئت جدا لما شافتها وسالت واي كانت فين الايام اللي فاتت. سالتها انت شفتي انجيلا، وعزمت واي تقعد في بيتها علشان ما تخافش وهي عايشه لوحدها هنا. ولما ايمي اتكلمت فتحت الثلاجه علشان تحط فيها الاكل اللي جابته، لقت فيها راس بني ادم مرصوصه. واي بسرعه لفت ايمي بالبلاستيك وقالت لنفسها زي ما قتل واحد جريمه
قتل كتير برضه، نفس الجريمه. ادركت ان مفيش رجوع دلوقتي خلاص. بوب وصل بيت واي وشاف عربيه انا مركونه في الجنينه. بوب بفضول لف من جنب الجنينه وطلع من الفتحه المكسوره. اول ما بوب دخل شاف واي مكتومه قدام النصب التذكاري. لاحظ شعرها الذهبي وانها لابسه الفستان البينك اللي كانت لابساه قبل كده. بوب افتكرها انا ومعرفش انها واي غير لما قرب، وبكل غرور قال لها انا خلاص هبقى اشهر عالم قبل ما افقد اعصابي، سلمي لي ازازه المحلول. واي ضحكت ضحكه مظلمه وقالت له هي في الثلاجه. بوب فتح التلاجة ولما بص جوه لقى راس انا واطراف مقطوعه في الفريزر. واي استغلت الفرصه وطعنته، ولما بوب صحي لقى نفسه نايم على الترابيزه والجلد اللي على صدره متقشر. واي زرعت الجلد اللي بيتجدد بلا نهايه على وش بوب. الجلد البشري غطى بقه ومناخيره في لحظه. صراخ بوب اليائس لفت انتباه الست الجاره، اتفاجئت بالمنظر المرعب ده وجريت بسرعه علشان تبلغ البوليس. في اللحظه دي الواحد ما يقدرش غير انه ينتقد ازاي باب بيت البطله يعتبر ملوش اي لازمه كده، اي حد ممكن يدخل في اي وقت هو عاوزه. بعد كده صوت صفارات البوليس قرب من الشارع. واي بسرعه لمت شنطتها وجريت. وصلت محطه المترو وهي متلطخه بالدم. 2 ضباط بوليس كانوا بيجروا وراها. واي شافت بالصدفه راجل مشرد وجريت علشان تستخبى تحت البطانيه بتاعته. في العمليه دي كسرت بالصدفه اخر حته من المحلول. الراجل المشرد ساعد واي تهرب من البوليس وكان لسه هيسالها ايه اللي حصل، وفجاه جلده بدا يندمج مع جلد واي بسبب المحلول. الاتنين طلعوا صرخات مؤلمه وانسجتهم زادت بسرعه. بعد شويه البوليس فتش بيت انجلا كويس جدا واكتشفوا الجثث اللي جوه. مانسا رجعت البيت وقلبها مكسور. كل ما كانت تشوف حد في الشارع شبه بنتها ما كانتش بتقدر تمسك نفسها وبتجري وراه. في الليله دي قابلت راجل مشرد في الشارع ولما بصت عليه كويس خافت جدا. مانسا وقعت اللي كانت ماسكاه وجريت بسرعه، ما عرفتش ان الكائن المرعب ده هو بنت اختها واي. والفيلم بيخلص هنا.